النهارده هنعمل حلويات سهله وسريعه بدون بيض ولا طبخ وهتعجبكم. هنعمل كيكه حلوه ورائعه وزي كيكات بره كمان. طعمها حلو قوي وخطواتها بسيطه وكريميه وهتعجبكم جدا. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. اول حاجه هنبتدي بالوصفه. احنا هنعمل وصفه اللي هي تشيز كيك البارده اللي بتدخل التلاجة. سهله وبسيطه وكمان طعمها حلو جدا. دي لعشاق الناس اللي ما بيحبوش الكريمه والجاتوهات والتورتات والحاجات دي. طبقه بسكوت عاديه خالص، البسكوت الاوركر، وطبقه جيلي، وطبقه حلويات، وبتكون كلها مع بعضها كده طبقات، وبتدخلها التلاجة وبتطلع تحفه جدا. اول حاجه هنبتدي بطبقه البسكوت. طبقه بسكوت عاديه جدا اللي هو البسكوت الاوركر او البسكوت الساده بتاع الاطفال. لو عندك بسكوت سادة وولادك ما بيحبوهوش، الطريقة دي هياكلوه، هيبقى مفيد كمان وهيبقى حلو خالص. اول حاجة بنجيب البسكوت ونحطه في كبة، نفرمه كويس جدا، وبعد كده بنسيح زبدة ونقلبه فيها. وبعد كده بتضيفي له كوبايه لبن صغيره. تقدري تستغني عن اللبن، زبده بس. ومعلقه سكر ناعم اللي هو البودره تقدري تستغني عنها. لو البسكوت بتاعك مسكر زياده ولا حاجه، مفيش داعي للسكر، يبقى زبده ولبن. اول ما بيبدا يتعجن معاكي كده ويعمل الطبقه اللي هي طريه، تبداي بقى تحطيه في قالب، اللي هو انا عندي قالب اللي هو بيتفك ده. لو مش عندك اي قالب عادي ازاز او اي قالب عندك متوفر، كله ينفع. تبداي تبطبطيه كده انا عندي كبشه كده، بتبداي تبطبطيه بيها او بطبق. تبداي عشان خاطر الطبقه دي تجمد وتثبت، وتسيبيها على جنب كده عما تعملي باقي الطبقات. مفيش اسهل من كده. شويه بسكوت عاديه اولكر، بسكوت الساده بتاع الاولاد عندك ما بيحبوهوش، دي الوصفه دي هيحبوا فيها البسكوت بس. تبداي بقى تبطبطي عليه كده ويجمد معاكي. نص كيلو من اللبن او نص لتر من اللبن او الحليب زي ما بتقولوا عندكم، معلقتين من السكر، عليهم 3 معالق من الكاستر، او تقدري تستبدلي الكاستر بنشا عادي، بس انا حابه اعمله بالكاستر. تبداي تقلبوهم مع بعض كلهم مع بعض، وبعد كده بترفعي على النار. اول ما يغلي تبداي تحطي الطبقه التانية. يبقى اول طبقه عملناها للبسكوت، فرمناه في الكبه كويس جدا، او لو حابه تفرميه على ايدك برضو عادي جدا. وتبداي تحطي له وتسيحي له كوبايه من الزبده وكوبايه من اللبن، وحسب الطلب حسب ما يتعجن معاكي، وتبداي تبطبطيه كده في قالب عندك. وبعد كده بتعملي طبقه الكاستر، نص لتر من اللبن، عليهم معلقتين من الكاستر ومعلقتين من السكر. حابه تقلي الكاستر شويه، انا حبيت اتقل الكاستر شويه، تقدري تضيفي 3 معالق. تقدري تستبدلوا الكاستر بنشا عاديه. وبعد كده نرفعه على النار. اول ما يغلي تضيفي له كيس من الفانيليا وتقلبيه، وتبداي تحطي الطبقه التانية. مفيش ابسط من كده. طبقه التشيز كيك سهله جدا، تقدري تعمليها ب 100 طريقه. اي حاجه. النهارده عاملين الوصفه من غير بيض، من غير فرن، من غير اي حاجه، وفي نفس الوقت هتعجب الولاد. خطوة كمان اقدر انبهكم عليها، ان القالب اللي انا مستخدمه ده بيتفك وبينزل منه الشكل وبيبقى بين طبقات. فلو عندكم الشكل ده، حطوه على صينية كمان عشان تقدروا تشيلوه تدخلوه التلاجة بكل سهولة. دي الخطوة دي برضو اضافية عادي، ممكن تسيبوه كده. انا سبت الطبقتين يبردوا شوية خالص، تقدروا تدخلوه التلاجة. احنا في الشتاء وكده، فعادي لو اتساب بره يبرد عادي بكل سهولة وبيجمد، ومش لازم ندخله التلاجة ولا حاجة. جبنا باكوين من الجيلي فراولة او اي نوع جيلي تحبوه، بس انا هنا فضلت الفراولة. كوبايتين من المية المغلية وقلبتهم كويس، وبعد كده ضفت لهم كوبايتين من المية المتلجة. تقدروا في المية المتلجة تقللوا شوية، نص كوباية عشان يمسك معاكم اكتر، بس انا هنا برضو ضفت كوبايتين وطلعوا معايا حلوين خالص وطلع متماسك. اهم حاجة تحطوا سباتولا، تبداوا بالكبشة كده تنزلوا الجيلي بكل سهولة عشان ما يدخلش في طبقة الكاستر. اهم حاجة السباتولا دي بتمنع تعمل فراغ او بتعمل حفرة يقوم يدخل منها الجيلي. تبداوا تحطوا بكل سهوله، وبعد كده بتدخلوه التلاجة. لو عاملينه من بالليل قطعوه الصبح، لو عاملينه الصبح قطعوه اخر النهار. اهم حاجه يدخل من 6 ل 8 ساعات في التلاجة عشان خاطر الجيلي. اما طبقه البسكوت وطبقه الكاستر مش محتاجه اصلا، اول ما تحطيها متماسكه جدا. يبقى الجيلي كوبايتين من الميه المغليه بتقلبوهم كويس جدا، وعليهم كوبايتين من الميه الساقعه المتلجه. انا دخلت القالب التلاجة من بالليل وقطعته الصبح. شايفين الجمال؟ متماسك، وتقدروا كمان تسيبوه اكتر من كده، بس انا قطعته على طول برضو. يا دوب عملته بالليل قطعته الصبح.
هتبداوا بقى تفككوه كده، لو مش طلع معاكم بكل سهوله تبداوا تعملوا بالسكينه كده الاحرف من الجوانب وكده، هيبدا يطلع معاكم بكل سهوله. شايفين الطبقات كام طبقه؟ طبقه البسكوت، طبقه الكاستر، طبقه الجيلي، 3 طبقات على بعض، مزيج من ال3 طبقات وطعمهم تحفه. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. انا برفع من هنا عشان الصينيه حرفها مش عارفه ارفعه، فاضطريت ان انا احط السكينه تحت الصينيه عشان اقدر ارفعها او امسكها. تقدروا تحطوها على صينيه تانية بتطلع معاكم تحفه. انا هقطعها بشكل مثلثات كده. جربوها هتعجبكم جدا، تحفه. مزيج من ال3 طبقات، البسكوت والكاستر والجيلي. لو ولادك ما بيحبوش الكاستر هيحبوه في الوصفه دي. لو ما بيحبوش البسكوت الساده هيحبوها برضو في الوصفه دي. الجيلي 3 طبقات مع بعض حلوين جدا. انتوا شايفين شكلها جميل ومختلفة وطعمها حلو جدا. انا عن نفسي بحبها، بموت فيها. التشيز كيك دي من الوصفات السهلة البسيطة اللي ما بتحتاجش اي مجهود، وما فيش طبخ، ما فيش فرن، ما فيش ادوات كتير، ومش مكلفة، وسهلة جدا وللمبتدئين كمان، وتحفة. هتعجبكم جدا. شكرا.